أهلا بيكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. انتهت مباراة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وعشر كراتين مياه غازية مختلفة الأحجام وسكينتين معجون، واحدة في حوزة وليد صلاح الدين والتانية خدها لاعب الجيش الملكي ودخل بها أوضة اللبس. كمان كورتين مكسة وإصابة لمحمود حسن تريزيجيه. دي كانت نتائج مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي. نيجي بقى نحلل المباراة النهاردة. أنا من وجهة نظري زمان اوف ذا ماتش هو يسترب مدرب النادي الأهلي. طب ليه مدرب النادي الأهلي هو مان اوف ذا ماتش؟ أولا، شخصية لعيبة النادي الأهلي اختلفت مع المدرب ده. لعيبة النادي الأهلي من بعد الدقيقة 5 لغاية الدقيقة 70 من الشوط الثاني مستحوذة على 90 أو 95% من مجريات المباراة. شخصية لعيبة الأهلي اختلفت، فبعد الأهلي ما كان دايما بره أرضه بيدافع وبيلعب زون ديفنس وبيلعب بتكتيك كله دفاعي، لا، ترب غير أداء وغير شخصية لعيبة النادي الأهلي وخلى اللعيبة نازلة وعندها هدف ودافع وحيد وهو الفوز بالمباراة. وده اللي احنا شفناه في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي. لعيبة النادي الأهلي استحوذت على المباراة زي ما قلت، وكانت بتلعب بكل حرية وبكل أريحية، وكانت بتلعب كورة جميلة جدا. وبصراحة الفرقتين لعبوا أداء في منتهى الجمال ومنتهى الروعة لغاية الدقيقة 35، لغاية الحكم ما احتسب ضربة جزاء مشكوك في صحتها طبعا، ولكن شوبير تصدى لها ودخل لاعب الجيش الملكي كملها وحطها جول. وده تقريبا اللي حصل في الشوط الأول. الشوط الثاني لعيبة النادي الأهلي رجعت للمباراة من أول دقيقة في الشوط الثاني، ولعبت جيم مفتوح على الجيش الملكي. وفي الدقيقة 68 عرضية من محمد بن رمضان تريزيجيه، جول. شهدت المباراة بعد كده أحداث مؤسفة طبعا، رمي زجاجات المياه ورمي سكاكين معجون ورمي طوب على لعيبة، حتى تريزيجيه طبعا اتعور وربط رباط على راسه. والمباراة توقفت حوالي من 5 ل7 دقايق، وشهدت أحداث مؤسفة ما نتمناش اللي هي تحصل في ملاعبنا العربية والإفريقية. طبعا آه، أحب أقول ألف مبروك للنادي الأهلي البونت اللي خده النهاردة، ولو إني عندي أمل اللي مراقب المباراة وحكم المباراة في تقريرهم ممكن يلغوا المباراة دي وتكون نتيجتها لصالح النادي الأهلي عشان الأحداث اللي احنا اتكلمنا فيها. لما نيجي بقى نشوف هدف قناتنا وهو التحليل النفسي للمباراة. ايه اللي خلى النادي الاهلي وهو بيلعب بره ملعبه وبعيد عن جمهوره اداؤه بالروعة والجمال والرجولة والثبات الانفعالي ده؟ هو شخصية مدربه الجديد اللي أثرت وغيرت في شخصية لاعيبة النادي الأهلي. استثمر دوافع لاعيبته، استثمر إمكانياتهم وقدراتهم، عرفهم إن هم لعيبة على قد المستوى، لعيبة كويسة، وخد منهم كل حاجة حلوة داخل الملعب. يبقى يا جماعة مدرب بيقدر يطلع من لاعبته قدراتها، تاخد منه وتاخد من لاعبته نتيجة. العامل النفسي اللي المدرب بيتعامل بيه مع لاعبته خلى لاعبته فايقة، وخلى لاعبته عندها ثقة في نفسها وعندها ثبات انفعالي، وبتقدر تتحكم في رتم لعبها داخل الملعب. لأول مرة نشوفه اللي لعيبة الأهلي بيجي فيها جون وما بيتسربعوش وما بيتسرعوش، وهاديين جوه الملعب عشان عندهم ثقة اللي هم هيجيبوا جون في أي وقت. أنا باركت للأهلي حصوله على نقطة، وكل أمل اللي الأهلي يحصل على ال3 بونت إن شاء الله لما تقرير الحكم ومراقب المباراة يطلع إن شاء الله. زي ما عودتكم في آخر كل مباراة اللي احنا بنعمل تقييم لكل اللعيبة، بس عندنا تقييم جديد النهارده. أحب
أقيم الجهاز الفني للنادي الأهلي والجهاز الإداري والمعد النفسي للأهلي وكل بعث النادي الأهلي واديها 10 من 10. أما بقى تحليلنا للاعيبة المباراة كأداء داخل الملعب: مصطفى شوبير 9، كوكا 5، ياسر إبراهيم 7، محمد هاني 4، ياسين مرعي 6، مروان عطية 7، أليو ديانج 6، بن شرقي 5، تريزيجيه 8، مان اوف ذا ماتش زيزو 5، محمد شريف 4، محمد بن رمضان 6، إمام عاشور 3، محمد شكري 4. شكرا لكم، ويا ريت يا جماعة تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.